يا جماعة أحكي لكم قصة جميلة جدا. هحكيها باختصار شديد جدا. طبعا يا جماعة صاحب القصة عانى جدا 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 في حياته. شاف من العذاب ألوان. طيب نبدأ بقى القصة، لأن مامته كانت بتحبه جدا وكانت بتخاف عليه. فطبعا خوفها عليه ده يعني جه بطريقة مش لذيذة، لأن هي كانت بتخاف عليه وكانت بتحبه جدا وكانت خايفة عليه. فطبعا لما أي حد يروح يشتكيها مثلا أو يقول لها مثلا ابنك عمل أو ابنك خلى أو ابنك سوى، كانت بتضربه في اعتقاد ان هي لما تضربه هتعلمه وهتفهمه وهتدربه وكده يعني. لكن طبعا الموضوع ده غلط خالص. المهم، طبعا يا جماعة بدأ حياته بعد مامته بقى ما توفت للأسف الشديد. طبعا والدته توفت، فهنا بقى بدأت المعاناة اللي بحقه حقيقي. كبر، وبعد كده والده اتجوز. جاب بقى طبعا مرات الاب بقى، وما ادراكه بقى ما مرات الاب بقى بتعمل ايه بقى وبتسخنه. طبعا المهم الولد ده اتضرب بحاجات كتير جدا، بسلك الشاحن، بحاجات بطرق كتير جدا غريبة فظيعة يعني صعبة جدا. طبعا كل ده بقى ما كانوش بقى راضيين ليه كل ده ما كانوش يعني. هو كان بيضرب يعني. نص الخناقات اصلا بتبقى عشان المسجد، وان هو بيحب المسجد جدا وبيحب ان هو ينزل ويأذن بالناس، وهو صوته حلو قوي قوي قوي. فكان بيحب ان هو ينزل بقى ويأذن بالناس ويقرأ قرآن ويحفظ وكان بيحب الجو ده جدا. فطبعا اهله ما كانوش راضيين ان هو ينزل المسجد. كانوا خايفين عليه، كانوا بيقولوا لا يعني هو اهلهم كانوا ما عندهمش الوعي منتشر قوي. كانوا متوقعين ان انت ككفيف مش هتعرف تعمل حاجه، ان الكفيف بقى مش عارف يتعامل. لا، خايفين عليه وكانوا مرعوبين عليه جدا. طبعا يا جماعه الولد اتحدى كل الظروف. طبعا راح جامع الاول، وطبعا الجامع قعدوا يقولوا عليه كلام صعب جدا. يعني قعدوا يقولوا عليه حاجات صعبه جدا جدا. طبعا هو اتحدى كل ده وتحدى الظروف